السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو بتاعنا النهاردة ملخص للثلاث ايام مصيف طلعتهم في الغردقة، فندق اسمه ديزرت روز 5 نجوم. هقول لكم بالتفصيل الممل الثلاث ايام دي عملنا فيها ايه بالظبط، وهديكم تقرير شامل عن الفندق كل حاجة فيه. اولا احنا ركبنا جو باص، الرحلة بتطلع 3:30 الفجر لحد الغردقة. اخدنا بالظبط 6 ساعات، خدنا 6 ساعات من القاهرة لحد الغردقة. كده اول ما ركبنا الاتوبيس زي ما انتم شايفين خلاص داخلين على يعني هو كان وقت الفجر اصلا، وبدأ يعني الدنيا تنور شوية. ولما وصلنا كان خلاص طبعا الصبح طلع خلاص. فانا حتى يعني الاول كان فيه استراحة، نزلناه، وبرضه هوريكم الاستراحه كل حاجه اوريها لكم بالتفصيل، يعني ما تزهقوش مني بس. وهوريكم البسين والاكل والاكوا والاماكن، الكافيهات، البارات، المطاعم، كل حاجه والغرف وكل حاجه اوريها لكم في الفندق ان شاء الله. لانه نسبه الى يعني ان هو فنادق ال5 نجوم كتير، بس يعني مقارنة بكل الفنادق هو حلو في كل حاجة ما شاء الله. الأكل حلو جدا، والبسين حلو، والأقوى حلوة، كل حاجة مناسبة. أول حاجة دي بقى احنا خدنا استراحة كده تقريبا الساعة 6:30، يعني قبل ما نوصل الفندق. احنا واصلين الفندق، مش الفندق، احنا نزلنا وركبنا عربية بعد كده، يعني نزلنا من الأتوبيس في الموقف بتاعه الساعة 9:30. الاستراحة دي كانت تقريبا 6:30 7 حاجة زي كده، يعني متذكرة على ما اعتقد، يعني مش فاكرة قوي. كانت استراحة اسمها زعفران هاوس، وفيها كل حاجة بقى اللي هو تنزلي يعني تقدري ان انتي تجيبي لو انتي مش عاملة حسابك في سندوتشات او اكل يعني او كده. واستراحة برضو فيها حمام، فيها مشاوي، فيها سندوتشات، فيها حاجات حلوة يا شيبسي وشوكولاتات وكده، وفيها كمان محلات. دينا اختي كنت بصور، واحنا اتفقنا مع بعض في حاجات هي صورتها وانا خدت منها، بدل ما نقعد نصور نفس الحاجه احنا الاثنين، احنا مع بعض كده في المصيف، العيله كلها يعني كلنا مع بعض، انا واخواتي وكله، ماما وخالتي وكله يعني. فايه اتفقنا في حاجات انا هصورها وتاخدها مني، وحاجات هي هتصورها وانا اخدها منها عادي، لاني انا في اوقات كنت مشغوله مثلا مع بناتي رهف وغزل وكده، فانا مش عارفه اصور، مش مالكه ان انا امسك الموبايل واصور. فهي كانت بتصور ولا خلاص هاخده منك. حاجات اوقات تانية تبقى هي مثلا برضو مشغوله مثلا تعمل حاجه، فاقول لها خلاص انا هصور يبقى خديه مني. ففي حاجات هتلاقوها لو انتوا اتفرجتوا على قناتها دندون شانل، تلاقوا نفس المقاطع دي حد فينا مصورها والتاني واخدها منها. المهم ده بقى الزعفران هاوس، فيه حلويات وسندوتشات ومحلات كمان، تحف وملابس وكل حاجه يعني. فحلو برضو، مكان كويس جدا وشيك برضو، والحمامات بقى بالدور، يعني لقينا استراحه وقعدات كبيره جدا نازله زحمه يعني. وانا دي في الفيديو لقيت دينا جابتني كده في الفيديو، فازيكم عاملين ايه؟ المهم بقى جينا بعد كده كملنا وركبنا تاكسي. بعد ما نزلنا الساعة 9:30 من الاتوبيس، وركبنا التاكسي ده خد حوالي ساعة الا ربع تقريبا يعني، من موقف بتاع الاتوبيس جو باص لحد الفندق. فالمهم بقى نزلنا كده الفندق. دي كانت بداية الفندق كده، الدخلة بتاعته زي ما انتم شايفين كده، وبيخدوا مننا الشنط وهيوصلوها هم يعني للغرف لما تتحدد. وبعد كده بقى ايه، اول حاجة دخلنا الريسبشن وعملوا لنا ركبوا لنا في ايدينا زي ما انتم شايفين كده حاجات بلاستيك كده مكتوب عليها هابنس، عشان يتعرف مثلا المستوى اللي انت رايح فيه، لان برضو ايه يعني حسب الشركة والحجز اللي انت حاجز فيه. وده اول حاجه بقى البسين، قلت اوريكم ورا بعض واجمع البسين ورا. اول حاجه مبدئيا هنا برضو البسين الاولاني اللي شفتوه ده كبير، ومن العمق بتاعه من 180 ل 210، ده الاولمبي للعويمه بقى يعني، فانا مش منهم يعني، انا عمق ليبي كده. والمهم بقول معاه اطفال طبعا ومش بيعرفوا يعوموا كويس، فبرضو ما ينفعش ليه. وبعد كده وشفتوا انتوا الزير، عارفين الزير بتشير فيهم حاطينه بقى زي حاجه كده تحط بلاستيك، البيبر، الورق، الويست، كل حاجه لوحدها يعني، عشان اعاده التدوير بقى معرفش يعني، بس هي حلو جدا يعني. وبعد كده بقى انا قلت اصور لكم ايه حته حته كده. وهنا ده الدخله دي بندخل احنا المبنى اللي كنا فيه، مبنى 2000. كانت داخله، احنا كنا لسه بنتمشى ولسه يعني الغرف بتاعتنا ما اتحجزتش، هو كان في تسكين بيبتدي من الساعه 2، واحنا وصلنا الفندق كانت حوالي 10:30 10 ربع.
فخدنا وقت على ما حصل تسكين، او قلنا تسكين مش قبل الساعه 2. وعلى ما يعني الارقام بتاعتنا اتقلت وكده كانت فيها 2:30 3 الا ربع. هي التسكين مش يعني افضل حاجه في الفندق، او النقطه الوحيده اللي تؤخذ على الفندق التسكين. اي حاجه تانية كويسه يعني، كل حاجه تانية كويسه. ودي كانت في زي بارك كده للاطفال الصغيرين، كيدز اريا، فيها لعب كده خفيفه شويه وامان جدا يعني، مفيهاش حاجات اللي تخوف. فكان هي غزه البنت جايه بتجري ومنطلقه بقى، بس كل ما تركب حاجه استني ركبك، استني مش عارفه ايه عشان خايفه عليها تقع. بس بالنسبه للرف كانت منطلقه يعني. ده بالم فوق المطعم الرئيسي، ودي رهف وغزل طالعين اهو، والحر كان مبهدلنا. كل ده لسه ما رحناش الغرف يعني. ده كان ميعاد الغدا تقريبا، كان ميعاد الغدا. فروحنا نتغدى على ما الغرف بتاعتنا يعني، لان كان فيها ناس، وهو بيسكنوا بسرعه جدا لو في غرف موجوده بالفعل وفاضيه. فاللي حظه بقى جه في الغرف الفاضيه سكن على طول. فاحنا الحظ الغرف بتاعتنا كان فيها ناس، فبيخرجوا من الغرف اخرهم الساعه 12، وبعد كده الهاوس كيبنج بينظف الغرف، فبنستلمها على 2. ويعني وصلنا لها على 2 وشويه. خدنا 3 غرف جنب بعض، والغرفه الرابعه كانت في الدور اللي فوقينا في مبنى 2000. والمبنى كويس، والعفش ستايله قديم يعني، مفيش حاجه مكسره ولا عفش لا العفش نظيف جدا وكل حاجه نظيفه جدا. بس في حاجات مودرن واحدث في مباني تانية بس بعيده شويه يعني. مبنى 2000 كويس، احنا كنا طالبين 3000 لان 3000 الاحدث، بس 2000 طلع كويس. وبعد كده يعني قلنا كويس ان احنا جالنا 2000 مش 3000. بين المطعم وبين البسين وكده يعني، في النص بين كل حاجه، فحلو. ده بقى في وجبه الغداء. وعامه في الوجبات كلها ال3 بيبقى فيه نوعين من الشوربه، ومناسبه بقى للوجبه اللي هي فيها. وفي يوم بيبقى يوم اكل مصري، في يوم يعني في ايام معينه كل يوم لاكل معين كده، بس في حاجات ثابته يعني مثلا كباب الحله كان ثابت كل يوم في الغداء وفي العشاء. في سمك بتبقى في سمك يا اما مشوي اللي هو يعني سمك بانيه كده، يا اما مشوي يا اما مقلي، حسب بقى حسب الوجبه، حسب كل يوم بيبقى طريقه مختلفه. وبعدين ده تصوير الاوضه. هو ده تصوير دينا اختي، ده قناه دندون شانل، هي صورت وانا كده الاوضه يعني هي بالملي زي بعض. فقلت خلاص انا مش هصور بقى، هي صورت وكمان ما كانش مساحه قوي في الموبايل، فقلت كفايه. المهم هي وريتنا الاوضه اهي. شايفين الاول عندنا بتبقى فيه تلاجة كده، فيها ميه، بيحطوا ازازتين ميه وكنز 2 كنز وواحد عصير، وفي خزنه بتحط لها الرقم اللي انت عايزه، بتحط فيها الفلوس، الموبايلات، اي حاجه خايفين عليها، والرقم انت اللي بتدخليه وبتحفظيه. وكل يوم بيتغير الفوط، بيبقى 2 بشكير و2 فوط صغيره. يعني بما انها اوضه فردين، احنا كلنا كنا واخدينهم 3 اوض فردين واوضه منهم تريفل. وبعد كده عندي حاطين 2 مجات، وكمان في يعني كيس كده فيه ينسون، شاي اخضر، حاجات كده من اللي هي الحاجات الدافيه يعني. وحاجات تانية كيس تاني فيه سكر بني وسكر ابيض ونسكافيه وشاي، 2 من كل حاجه، من نسكافيه و2 شاي، 3 شاي، حاجه زي كده. وكاتت زي ما انتم شفتوا. دي السراير بقى، في بطانيه على كل سرير، وتكييف، طبعا تكييف موجود في الاوضه وفي الحمام، مكيفه خالص الاوضه وكل حاجه. وهنا عندي الشاشه كمان، شاشه وبرده شغاله ومحطوط فيها قنوات اطفال، قنوات كبار، كل حاجه. وعندي السراير اهي زي ما انتم شايفين. طبعا الستايل شايفينه يعني كلاسيك وقديم شويه، بس مفيش حاجه مكسره، كل حاجه قويه وحلوه يعني، مع عفش حلو ونضيف. بس في حاجات تانية ستايلات مودرن واحدث بس في المباني التانية، مباني جديده. وده الفراندا، فيها كرسيين وترابيزه. والفيو بتاعنا هنا يعني حديقه جاردن، في فيو بتبقى على البسين حسب بقى، بس هنا الفيو بتاعنا كله كان على الجاردن. وهنا الستاير كبيرة كده، وفي ازاز طبعا يعني معمول كبار كده، ضرفتين ازاز كبار، والستاير 3 ستاير فوق بعض ومغطيين جدا يعني، مفيش حاجة خالص يعني. وهنا الحمام بقى، في دولاب في وش الحمام، دولاب يعني كام رف حلوين، وفي جزامة كمان. وهنا بقى الحمام عندي، في هنا الاستشوار، وفي الشامبو،
وعندي هنا الجزء التاني في الحمام وفي بتاع ده، وفي مناديل وكده في كل حته، يعني في الحمام وبره في الاوضه، ونضيف جدا. وحتى يعني الهاوس كيبنج بينضفوا كويس جدا كل يوم. نخرج نروح البسين نفطر كده ونيجي نلاقي الاوضه نظيفه جدا. والجزء التاني محطوط فيه الشاور، وفي تحته بانيو كده ارضي، وبيتقفل عليه بستاره تقيله ووتر بروف. ده كان تصوير يعني تاني يوم او تالت يوم تقريبا، مصورناش اول يوم. كنا بقى هلكانين، واخيرا صدقنا ان خلاص الغرف خدناها استلمناها خلاص يعني، مصورناش حاجه. وبقى يعني ايه، برضه صورت لكم غزل كده وراف قبل ما اروح البسين، وهم لابسين العمامات بتاعتهم. غزوله لابسه البطه اهي، وراها في الاميرات ديزني. وهنا برضه قصاد المطعم لبسوا الاول فطرنا، وبعد كده طلعنا على البسين. والبسين بقى هو كانت راف منطلقه، وفي كمان اقوى بتاعت الاطفال على بسين منهم، في اقوى اطفال، في اقوى بتاعت الكبار بقى دي هبقى اوريها لكم برضه. الاقوى بتاعت الكبار ما تنفعش الاطفال الصغيرين دول، لان الطول العمق بتاعها 110. فانا راح من مثلا هي طولها يعني يا دوب ال 110 تقريبا، يعني انا ما يستاهلش، بس هي يعني حاولت انزلها بالراحه، فجيت لما حد وصل رقبتها ولسه رجلها مش طايله الارض، فعرفت ان ما تنفعش تنزل فيها. بس نزلت معايا يعني، نزلت وهنا البحر. رحنا يوم البحر. البحر مش احلى حاجه يعني، هو في هناك كافيتيريا مشهوره جدا، بس ما رحناهاش يعني. نزلنا البحر شويه بس بعدين رجعنا البسين تاني. البحر بقى رمله وحر ومش عارفه ايه. لا البسين احلى بكتير بصراحه، كقعدات وبارات من مشروبات وانتي قاعده على الشازلون كده يعني، كراسي. مفيش كراسي شازلونج يعني. هنا بقى القعدات مش مريحة قوي زي هناك. فلعبنا شوية في البحر ورجعنا تاني. بس قلت برضو اوريهولكوا عبارة عن ايه. وفي هناك زي مراجيح كده، وفي هنا بوفيه، يعني معرفش ايه المنفوخة دي اسمها ايه بصراحة، بس برضو قعدات الناس اللي عايز تقعد قريبة من المية. فالكراسي كده منفوخة، بس يعني ايه معرفش اسمها ايه. وهنا الشمسيات، وفي دش مية برضو، وكل حاجة يعني. وبقى ندخل على المطعم هوريكم الوجبات عامه يعني. ده في الفطار بيبقى موجود فول، سوسيس لحمه وفراخ، في الكسكسي بتاعهم حلو جدا. هو الاكل عامه الشيفات اكلهم كله تحفه 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 يعني. حتى المحشي عاملينه حلو، كل حاجه عاملينها حلو. الحاجه الوحيده اللي ما حبيتهاش الفراخ المقرمشه بس، لكن الفراخ المشويه تحفه. وده برجر معمول كده في صوص بني للفطار، ودي بطاطس بيوريه. الاكل متنوع وكتير، اصناف كتير جدا، تبقي محتاره طب تاكلي ايه ولا ايه تفطري ايه. شايفين كده، ودي سوسيس فراخ، في بليله، في بيض مسلوق، في مربات بانواعها، في كورن فليكس انواع برضو، شوكولاته، كل حاجه يعني. وفي اللي هي دي فواكه وزبادي، انواع برضو بقى. لا زبادي مش عارفه بفار زبادي ايه، وفي عسل نحل، في كل حاجه. في صوصات، كل انواع الصوصات اللي تخطر على بالكم برضو. وفي انواع الجبنه كلها، ولانشون وكده. في جبنه رومي والفلامانك والشيدر وكل حاجه يعني. انا حاولت اصور على قد ما اقدر. دي وجبات الفطار، وموجود منها في العشاء زائد اكل بقى، اكل يعني. العشاء احسن وجبه احسن وجبتين كان فطار وعشاء، احلى من الغدا. وده بان كيك. وهنا ده بقى بيعمل بيض حلو جدا، بيض اومليت، وتحطي عليه جبنه، يحطي لك اضافات زي السوسيس فراخ او لحمه، بصل، طماطم، فلفل. بيعملها حلو جدا جدا. كل يوم كنت لازم اخد منه طبق. والمعجنات بقى خطيره يعني، بالذات الكرواسون تحفه، من احلى الكرواسون اللي دقتها يعني. طعمه حلو قوي قوي، زي احسن مخبز تجيبي منه بصراحه، او فرن يعني. وحاجات حلوه جدا. الحاجات الحلوه اللي هي المعجنات الحلوه دي كلها بحشوات جميله. والكيك برضو، كيك فانيليا، كيك شوكولاته، كل حاجه يعني. انا ما عنديش اي شكوى من الاكل، وتنوع اكتر ما انا كنت متوقعه يعني. تنوع في كل حاجه. والحلويات كمان حلوه قوي، بس الحلويات دي بتبقى في الغدا وفي العشاء، مش في الفطار كده. بيبقى في حلويات خرافه بقى يعني، تورت وحلويات شرقي وكل حاجه.
وعندنا انواع جبنه زي ما شايفين كده برضو متنوعه جدا. وكان في برضو فول وطعميه وبتنجان وكل اللي يخطر على بالكم، شيبسي، ويعني مفيش حاجه كانت ناقصه جدا خالص، لا في الفطار ولا في الغداء ولا في العشاء. هنا بقى اخويا قال لهم اعملوا دي رهف ودي غزه الغزوله، قال لهم اعملوا لايك، هم اعملوا لايك، هم اعملوا لايك. خلاص خالتي قال لهم اعملوا لايك. هما دي مامتي، دي دينا دندون شانل، دي غزل لانا بنتها، غزل بنتي انا، ميدو تطلع يا امير. وهنا بقى بار من البارات، يعني عدينا عليه بالصدفه بس رجعنا له بعدين، كنا لسه بنستكشفه يعني قريب من المطعم الرئيسي ذا بالم، بس احنا كنا رايحين نتعشى في الاساس، وبعد العشاء رحنا يعني ايه شربنا فيه مشروبات. واحلى حاجه في البارات لو طفل صغير عنده 3 4 سنين بيطلب برده بيدوله الكميه لو عايزها من كل المشروبات، وفشار وايس كريم وكل حاجه. بعد كده بقى رحنا المطعم، وفتره العشاء دي بيبقى فيه اصناف متنوعه اكتر من الغدا بكتير، وفتره العشاء افضل فتره في الاكل. هنا دي فراخ مشويه والسمان، الشيف ده بيعمل شويه فراخ مشويه تحفه، تتبيله حلوه جدا والسمان حلو قوي. اهو حتى انا كنت بساله ايه ده يا شيف، لسه ما كنتش عارفه، فقال لي ده سمان وفراخ مشويه. وهنا الكفته برضو بيعملوا كفته حلوه برضو يعني، بس هو الفراخ اللي كانت يعني واو يعني، كانت تتبيلتها حلوه قوي، والسمان كمان معمول بطريقه حلوه، محشي رز ومتحمر ومشوي، بس طعمه حلو قوي. جريلد كفته اهو، كل حاجه مكتوبه يعني، اي حاجه تلاقيها مكتوبه بالعربي والالماني، قصدي بالانجلش والالماني، ولغه ثالثه مش عارفاها يعني، عشان انا بعرف انجلش والماني بس، من انا تربيه الماني اصلا، والانجلش برضو كويسه فيه، فعارفه اللغتين دول يعني، لكن ما اعرفش الثالثه دي خالص، ما عدتش عليا بصراحه. وبقى كمان في القاعات، في حوالي 8 أو 10 قاعات، ما عديتهمش بالظبط يعني. وفي قاعه منهم واحده بس بتاعت اطفال، يعني بتدخلها اسر مش اطفال يعني ايه، معاهم اطفال صغيرين، لان عاملين ترابيزات وكراسي للكبار وكمان في للصغيرين. احنا اول دخلنا كده، وبعدين جبت الترابيزه بقى قعدنا عليها البنات اللي قعدوا، رعف وغزل ولانا بنت اختي، ورعف وغزل بناتي. وفي هنا يوم كانوا عاملين كبده، كانوا عاملين بقى يوم مصري يعني، كبده اسكندراني وبنكرات بشاميل ومحشي، وبجانب اصناف تانية اساسيه موجوده ومختلفه يعني، هم مش بيعملوا بس يعني يوم مصري، حتى ازاي كان مصري لابسين جلابيات يعني، اللي هم مش الويتر وكده، وحواوشي وكل حاجه يعني، وفراخ طبعا، الفراخ اساسيه المشويه دي موجوده على طول في العشاء اساسي. وكانوا عاملين زلابيا وكانت خطيره، طعمها حلو قوي قوي، موجود كل الصوصات زي ما انتم شايفين، صوص شوكولاته، صوص فراوله، سكر بودره، واحنا كنا الطبق اهو جايباه، كنت انا وبناتي وكده بجيب لنا اكل، مثلا طبق اللي هو فيه كده، وطبق تاني سلطات، وطبق فيه طحينه. اهو الطبق بتاعي برضو بوريها لكم اهو، عشان شايفين هو طعمه كان حلو قوي، الحواوشي والفراخ طعمهم تحفه. والحلويات بقى يعني برضو حلوه جدا يعني، ساعات بيبقى مثلا معاهم تورته ضخمه جدا، بيقطع لك منها قطع، مع في كنافه، في جلاش، في كل حاجه يعني شرقي وغربي. هنا بقى البار، البارات ماليه الفندق، في كل حته تلاقي فيه بار يعني، فالبار فيه كل مشروبات، فيه مشروبات حلوه جدا، فيه فاني، فيه بلو سبرايت، فيه نعناع بالليمون، فيه موهيتو، كابتشينو، نسكافيه، برتقال بقى، تفاح، شاي، كل حاجه، ما عدا القهوه التركي دي اللي بفلوس، مش تبع دي بفلوس، ليه ما اعرفش اشمعنى. في هنا بقى الكافيه ده الحلو جدا، اسمه وينتر جاردن، هو اصلا يعني فعلا من جوه الاجواء شتويه كده، هو مكيف تماما، مكيف زياده عن الاوض كمان وعن بقيه الفندق، تحسي كده الدنيا فيه ساقعه شويه، وكل ابيض في ابيض يعني، الترابيزات والكراسي والديكورات كلها بيضه يعني،
بس قعدته شيك قوي ومريحه جدا، من احلى الكافيهات اللي عجبتني في الفندق عامه. الكافيه ده. وكمان في كمان عروض للاطفال وعروض للكبار، وفي يعني بقى بيلي دانس وكده وكل حاجه يعني. بس احنا اللي حضرنا بتاع الاطفال ده، وحضرنا فيلم العيد ده وقفة رجالة، وحضرنا كمان كان في زي شو كده برضو اللي هو يعني استيرادات وكده. في بيلي دانس بقى كان شغال في كافيه تاني جنب المسرح. وفي كمان الفيلم كان شغال، فاحنا حضرنا الفيلم عشان احنا يعني مش عايزين نتفرجوا على رقص. فالمهم بقى كانت بتلعب مع الاولاد دي عسل جدا. اول تكلمهم ويرد عليها وهي المانيه اصلا، بس بتكلمهم انجليش يعني، بس الكلام بسيط يعني. وفتحت اغنيه بعد كده قعدت ترقص معاهم ويرقصوا زيها ويعملوا حركات بتاعتها، كان حلو قوي. وبنات عندي انبسطوا جدا يعني. وده الفيلم اللي اتفرجنا عليه وقفة رجاله. ففي المجمل في 3 بسين في الفندق. واحد بينهم العمق بتاعه من 60 ل 180، واحد من العمق بتاعه من 60 ل 210، والتالت ده الاولمبي من 180 ل 210. ودي بقى الاقوى، هي مش اعلى حاجه، في فنادق بتبقى الاقوى اكتر من كده بكتير، بس هي حلوه كده والله. اكتر كده تبقى صعبه قوي. واحسن واحده والله اعلى واحده، يعني اعلى واحده البيضه اللي على الحرف خالص دي كانت حلوه جدا يعني. بس عشان بننزلها بعوامه كبيره كده ضخمه، اما زوجي اما فردي، بتبقى حلوه جدا. ركبت الاول اللي هي اللي من غير عوامه، خدت بقى يعني تنزلي كده تعملي تش في الميه. دي من جوه كنت معلقه الموبايل بس، عامه اللف ما كملش للاخر يعني، فما بانش قوي بقى اخر اللحظه اما نزلت في الميه بقى. ودلوقتي بقى اللي طلعنا تاني العوامه انا واختي بقى الزوجي، اللي هي الكبيره خالص دي اللي لازم بعوامات، بس الحقيقه امان اكتر من التانيين وحلوه قوي، ما بتعملش تش في الميه زي التانيين كده، فحلوه قوي يعني. ننزل على عوامه قاعدين كده. دي رف غزل بقى في البار اللي على البسين قبل ما نسافر على طول. شايفين التاني الفظيع اللي واخدينه ده، ان شاء الله نرجع لنا الطبيعي. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه. شكرا قوي، سلام عليكم.